تخيل تشتري لعبة ب5,000 دينار وبعد سنين تبيعها ب5 ملايين دولار. لا، مو لأنك حظك قوي، بس لأنك قدرت تفهم شيء ما حد انتبه له. والسؤال الحقيقي مش لون باعها، السؤال شنو بها هي اللعبة. هي السالفة صارت فعلا مو بأفلام ولا بمسلسل. ولد اسمه زاك من أمريكا كان عمره 8 سنين، يمشي ويه أبوه بالسوق وقعد يباوع بالألعاب المستعملة. من بين كل الألعاب شاف لعبة باهتة، الغطاء مخدوش والعلبة مالتها مو أصلية. اللعبة كانت عبارة عن شريط قديم لجهاز اسمه نينتندو، والاسم مال الشريط ستاديوم ايفنتس. المحل بايعها ب5,000 دينار، تقريبا $4 بوقتها. والولد ما يعرف شنو بيها، بس اسمها لفتت انتباهها وراد يجرب شيء جديد على الجهاز ماله. رجع للبيت وشغل اللعبة وصار يلعب بيها كل يوم لحد ما صار يعرف كل زواياها. بس الغريب كان يحج ويا أصدقائه عن اللعبة وما أحد يعرفها، لا أحد عنده نسخة، لا أحد مسامع بيها. مرت السنين، كبر زاك وصار عمره فوق 20، وجهاز النينتندو صار بالبيت مثل قطعة تراث. بيوم من الأيام وهو يفتش بغراضه لك الشريط القديم نفسه ملفوف بكيس نايلون ومكتوب عليه اسمه بخط طفولي. صار عنده فضول، قال خل أشوف أشكد سعرها هسه. دخل على موقع مزادات، كتب اسم اللعبة وصدم، نسخة مستعملة تالفة بدون علبة، قاعدين يعرضوها ب15,000 دولار وناس كاتبين تعليقات. نسخة نادرة جدا، ما نزل منها إلا 200 نسخة فقط بالعالم. تم سحبها من السوق بعد أسبوع من إصدارها. وراه بيومين بدأ يبحث أكثر، اكتشف انه اللعبة هاي نزلت من شركة كانت رح تبدي تعاون ويا نينتندو، بس فجأة توقف المشروع وانسحب المنتج من السوق قبل يوصل لكل الدول. يعني هو عنده قطعة تعتبر مثل أثر رقمي بالعالم كله، ماكو غير كم شخص عنده نفس النسخة. والأغرب نسخته نظيفة ومشتغلة. قرر يعرضها للبيع، بس مو للبيع العادي، عرضها بصفقة مزاد عالمي. بداية المزاد السعر كان 10,000، كل دقيقة يقفز 15 20 35، حتى وصلت اللحظة اللي واحد عرض عليه 80,000 دولار. بس لحظة، أجا تاجر ألعاب من اليابان دخل على الخط وقال هاي النسخة إذا أصلي وما تشتغل بيها نسخ معدلة مستعد أعرض 250,000. زاك كان مصدوم، لعبة اشتراها بفلوس ما تسوى، هسه توصل 250,000. بس زاكي سوى شغلة ذكية، راح فتش عن العلبة القديمة بالسطح ولغوا علبة كرتونية قديمة بها ملصق باهت مطابق تماما للوصف الأصلي بالكتالوج الياباني. وهنا السعر ارتفع فجأة. زاك وهو قاعد يشرب شاي ويدوس بتحديثات المزاد يشوف رقم جديد، العرض صار 400,000 دولار. ما يلحق يصفن، يطلع عرض تاني 620,000. الناس بالموقع بدأت تتفاعل، بعضهم قال هذا مزاد وهمي، البعض قال لا هي النسخة مطلوبة من زمان وأخيرا طلعت. بس زاك ما كان همه للمزاد ولا الكومنتات، كان فكرة واحدة براسه، هسه إذا هي اللعبة بتسوى هيج فشلون باقي العالم بعدهم ما يعرفون بيها. قرر يسوي بث مباشر بسيط يحجي به القصة مال اللعبة من يوم اشتراها وهو طفل وشلون كان يلعبها ويكتب الكودات ويغش بيها ويضحك. المفاجأة، البث ضرب 2 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، والتعليقات ناس تتذكر أيام طفولتها وناس تضول أني كنت أمتلكها بس ضيعتها. باليوم الثالث من البث دخل عليه شخص من شركة ألعاب قديمة، قاله إذا تبقي اللعبة ويانا رح نسوي عنها فيلم وثائقي وتحصل حقوق الفيلم بالكامل باسمك، وبعدها نحط صورتك على بوستر اللعبة بالمتحف الرقمي العالمي. زاك قاله كم السعر؟ ما راح نشتريها، راح نشتري قصتك. هاي الجملة خلت زاك يسكت دقيقة كاملة، بس قبله لا يجاوب وصله إيميل من رقم غريب عنوانه Private Collector Asia ويغله أدفع 5 مليون دولار بس توصلي اللعبة بيدك مو عن طريق شركة. زاك سكت، سكر اللابتوب وقعد يباوع للعلبة. هو اليوم مو محتاج فلوس، بس صارت القصة مو بس لعبة، صارت حياة كاملة، ذكريات، حنين، طفولة. راح للوالد وسأله بابا تتذكر هي اللعبة؟ قالوا هي انت بتشيت عليه حتى اشتري لك اياها. ابتسم واسترجع يوم التاني يفرح من يشحن اللاعب ويفر من الوحوش مال اللعبة وينزعج من الكليشة اللي تطلع إذا خسر. بس زاك قرر، وباليوم التالي سوى بث وقال اللعبة هاي علمتني شغلة واحدة، أغلى شيء بالحياة مو الشيء النادر، بس الشيء اللي يحمل قصة بها ندرة. وباعها ب5 مليون دولار للمقتني الخاص، بس اشترط عليه شرط، تبقي اللعبة مغلفة وتنطيني نسخة رقمية منها ألعبها بين فترة وفترة بس حتى أتذكر منين بديت. زاكي سافر، وصل اللعبة، استلم المبلغ، بس أول شي سواه هو راح يشترى لعبة مستعملة وقعد يلعبها مثل زمان. ومن يومها كل فترة يطلع بفيديو بسيط ويقول إذا عندك شي قديم لا تبيعه قبل لا تفتهم شنو قصته.